اخيرا ايفون باللون الاسود الجديد والبروموشن ريفرش ريت 120 هرتز هتبقى لسلسلة الايفون 17 كلها. مفاجأة جديدة من ابل، تغيرات رهيبة على الكاميرات وكاميرا سيلفي جديدة. ومش بس كده، الايفون 17 السنة دي ب 12 جيجا رام. عاملين ايه فيديو تسريبات قوي جدا عن سلسلة الايفون 17 الجديدة. وعاوز اقول لك كده في البداية ان في تغيرات رهيبة حصلت على سلسلة ال 17 وفي عالم الايفون، خاصة السنة دي ابل عملت طفرة كبيرة جدا سواء على السوفت وير او الهاردوير. مع الاي او اس 26 التغيرات الكبيرة جدا اللي حصلت، التصميم اللي اتقلب 180 درجة حرفيا. دي تغيرات مش متعودين عليها من ابل. وخلينا نبدأ مع التصميم لسلسلة الايفون 17. طبعا عندنا الايفون 17 العادي و17 اير اللي هو مكان ال 17 بلس، وعندنا ال 17 برو وال 17 برو ماكس. تصميم ال 17 هو التصميم العادي، نفس تصميم ال 16 العادي زي سلسلة الايفون 16 بتاع السنة اللي فاتت. لكن لما نروح بقى لل 17 اير وعندنا هنا موبايل حرفيا حاجة تانية خالص، هو استبدل ال 17 بلس. كمان التصميم هنا عندنا كاميرا واحدة في الظهر، والكاميرا دي ليها الاطار اللي حواليها ممتد لظهر الجهاز كله بالعرض. الشكل ده لما تشوفه هتحس انك شايف او ماسك موبايل بيكسل بتاع جوجل، اللي هم عندهم نفس الاطار اللي في الظهر اللي مرصوص فيه الكاميرات. لكن الفرق هنا عندنا كاميرا واحدة، وكده كده هتعرف ان ده الايفون الجديد لان ابل كده ليها لمسه. في تغيرات اقوى من كده حصلت على ال 17 اير او هيجي بقى ال 17 اير، لكن خلينا نكمل باقي اللي حصل في تصميم البرو والبرو ماكس وهنرجع لل 17 اير بعد كده. عندنا البرو والبرو ماكس، عندنا الاطار بتاعهم بدل ما كان مربع حوالين الثلاث كاميرات بقي بعرض ظهر الجهاز، وعندنا الفلاش اتنقل لناحيه اليمين والثلاث كاميرات بقوا زي ما هم ناحيه الشمال. طبعا ممكن نلاقي تغير في حجم الكاميرات دي لان في مفاجأة حصلت في الكاميرات هكلمكم عليها الجزء اللي جاي. طبعا انتشرت تسريبات كتيرة وصور كتيرة ان الاطار بتاع الكاميرات ده هيبقى بلون اسود غير ظهر الجهاز، وتسريبات تانية كانت بتقولك ان الاطار ده هيبقى بنفس لون ظهر الجهاز. طبعا كل دي تسريبات مش مؤكدة، ولكن طبعا تسريبات من مصادر موثوقة زي ما احنا متعودين ان اغلب التسريبات دي زي كل سنة جزء كبير جدا منها بيطلع صح. لكن الصراحة انا مايل ان الاطار بتاع الكاميرات ده يبقى بنفس لون ظهر الجهاز. وخلينا نشوف ابل هتعمل ايه. ولما نروح للكاميرات هنا عندنا تغير قوي جدا هيحصل على الكاميرات. عندنا الكاميرا التليفوتو هتبقى 48 ميجا بكسل بدل 12 ميجا بكسل. طبعا احنا مش متعودين على القفزات دي في ارقام الميجا بكسل. ابل مش بتعتمد في الايفون بتاعها او على جودة التصوير في انها تديك ارقام ميجا بكسل عالية، ده مش اسلوبها. لكن عندنا السنة دي هنا كاميرا 48 ميجا بكسل، وكده بقى عندك في الظهر الثلاث كاميرات 48 ميجا بكسل الرئيسية، التليفوتو وكمان الالترا وايد بيو 48 ميجا بكسل. وبرضه مش بس كده، عندنا الكاميرا السيلفي هنا بدل ما كانت 12 ميجا بكسل هتبقى معانا هنا في سلسلة ال 17 كلها 24 ميجا بكسل. فواضح ان ابل مديها اهتمام وعامله شغل جامد جدا هنا في الكاميرات. وكالعاده احنا عارفين ان كده كده في فرق بيبقى واضح بين التصوير في الايفون عن الجيل والجيل اللي بعده. فواضح هنا كمان مع تغير ارقام الميجا بكسل هنشوف حاجه مختلفه. التسريبات برضو بتقول هنا على نقطة قوية جدا، دي لو حصلت فعلا هيبقى الايفون راح في حتة تانية في جودة التصوير، بالذات هنا التصوير الفيديو. هو احنا عارفين ان تصوير الفيديو محدش يعرف يقف فيه قدام الايفون اللي هو بيصور 4K 120 هرتز بجودة محترمة جدا. لا، التسريب بيقولك هنا بقى ان الايفون السنة دي هيدعم تصوير ال 8K. تخيل تصوير ال 8K في الايفون مع الشغل اللي بتعمله ابل، تخيل جودة الفيديو اللي هتطلع هنا هتبقى عاملة ازاي. احنا اصلا قبل ما يدعموا ال 8K وال 4K دلوقتي بيوصل لدرجة رهيبة على مستوى الصورة والالوان، حاجة تحفة. ده كانوا مصورين بيه مؤتمر قبل كده، تخيل بقى السنة دي لو دعموا ال 8K فعلا الموضوع هيروح لحتة شكلها عامل ازاي. في الاي او اس الجديدة كمان اللي هيجي بيها سلسلة ال 17، فواضح ان هيبقى في شغل جامد جدا هنا سواء على الاي او اس او على الهاردوير بتاع الجهاز. خليني اجي لك بقى لحته مهمه جدا هنا بمناسبه السوفت وير. عايز اقول لك ان في تسريب قوي جدا هنا بيقول لك ان البروموشن ريفرش ريت 120 هرتز هيبقى داعم لسلسله ال 17 كلها. انت متخيل؟ يعني هنا ال 17 العادي وال 17 اير اللي هو حل مكان البلس دلوقتي هيبقوا داعمين لل 120 هرتز مش 60 هرتز زي الاصدارات اللي قبل كده. طبعا دي هتبقى نقله قويه جدا والكل مستنيها.
ان يبقى سلسلة الايفون كلها بتاعت السنة داعمة لل 120 هرتز، حاجة انتظرها ناس كتيرة. لان اللي بيشتري دلوقتي العادي او البلس اللي هو يبقى الاير دلوقتي كان بيبقى منتظر ال 120 هرتز، فجأة يلاقي 60 ويضطر عشان ياخد البروموشن 120 هرتز انه يطلع للبرو او البرو ماكس. وساعات ما يبقى مش محتاج انه يطلع لأجهزة احترافية اكتر من كده، هو مش محتاج الامكانيات دي لكن بيطلع عشان محتاج البروموشن. لا، انت هنا هتبقى موجودة معاك في السلسلة كلها. برضه التسريبات ما وقفتش حد كده. الايفون السنه دي متوقع انه يجي مع 12 جيجا رام. 12 جيجا رام، والواضح ان في تغير كبير في الارقام. والسنه دي ابل عمل لك شويه حركات في الكاميرا، ارقام بتعلى، الارقام بتعلى في ريفريش ريت. كمان هنا عندك الرامات عايزين يعلوها تاني 12 جيجا رام. الاي او اس بدل ما كان 19 ب 26. واضح ان في ارقام كده بتقفز فجأة كده. ابل عملت حركة احنا مش متعودين عليها. محدش متعود من قبل انها تنط النطة دي مرة واحدة، لكن من الواضح هنا ان هما هيعملوا حاجة جامدة جدا السنة دي مع سلسلة ال 17. يعني مثلا لما تيجي تبص هنا على التغير اللي حصل للاي او اس، لا لا، التغير ده كبير، ده مش ابل. لا. اللي عارف ابل ومتابعها، لا، ابل ما بتعملش كده. ابل بتديك كام ميزة، 2 3 4، وبتعملهم كده برواقة وهدوء. محدش مستعجلهم، احنا براحتنا، محدش مستعجلنا، نعمل حاجة واحدة واحدة. لا، السنة دي هم جم الاي او اس اتقلب 180 درجة شكلا ومميزات وتصميما وكل حاجة. حتى الايفون الهاردوير كل حاجة اتغيرت. طب في ايه؟ تحس كده في حد بيجي وراهم يلا قلبوا كل حاجة السنة دي. فواضح ان في شغل جامد جدا بيحصل على سلسلة ال 17 السنة دي. هما مثلا مغيروش الاي او اس السنة دي فيعتمدوا عليه في ضجة الايفون الجديد، ونأجل بقى تغيير التصميم بتاعة الايفون دي للسنة الجاية. لا، هما اشتغلوا على هاردوير، اشتغلوا على تصميم، حتى تصميم الاي او اس كل حاجة دي اشتغلوا عليها وهينزلوا بيها مع سلسلة ال 17. واضح ان في انقلاب حاصل كده في عالم السوفت وير، يعني زي ما شفنا في سامسونج الوان يو اي 7 اللي اتقلبت بقت حاجة تانية. جوجل برضو مع الاندرويد 16. فلا، في منافسة شرسة جدا هنا السنة دي. لما بقى نيجي نرجع لل 17 اير، عايز اقول لك بقى ال 17 اير ده هيبقى جهاز السنة اللي هيبقى عليه ضوء كبير جدا. مش بس البرو والبرو ماكس، اعتقد ان ال 17 اير هو اللي هيبقى اشهر جهاز السنة دي، لانه عايز اقول لك جاي بسمك 5.5 ملي. لما تشوفه في الصور دلوقتي والتمبلت او النماذج اللي معموله له دلوقتي، هتلاقيه تقريبا تقدر تقول كده نص البرو ماكس، كأنك جبت البرو ماكس قسمته اتنين. موبايل رفيع جدا، موبايل انت مش متعود انك تشوف موبايل بالرفع ده. خاصة كمان لما تمسك الموبايل في ايدك انت مش هتقتنع ان ده موبايل فعلا بيشتغل فيه كاميرا وبيصور وشاشة وتتعامل معاه فعلا. طيب احنا هنستفاد ايه لما يبقى معانا جهاز رفيع اير زي كده او سليم؟ ده حاجة بتبقى حلوة جدا انك تمسكها في ايدك كده، سهولة الاستخدام، سهولة المسكة، الراحة. وكمان الوزن هنا هيبقى اقل من باقي الاجهزة. غير كمان انه واضح ان ده حاجة تقنية جديدة بدأت تتبعها الشركات دلوقتي، زي ما شفنا مع سامسونج الاس 25 ايدج. عندنا هنا 17 اير، وعندنا كمان موبايلات تانية من شركات تانية بتاخد نفس فكرة الاير او الموبايل الرفيع. فدي حاجة هنشوفها كتير الفترة الجاية. طبعا ابل مش زي اي شركه، فاحنا هنشوف بقى ابل ازاي هتطلع الجهاز ده، وايه اخبار البطاريه مع الاير. فاحنا هنشوف يعني حاجات جامده جدا. الاي او اس في حته تانية بجد، الليكويد جلاس ده وموضوع يعني روش، لا، حاجه كده روشه. لا مش ابل بجد يعني، لا ابل ما بتعملش كده يا جدعان. لا لا، بس يعني لا، خلينا نشوف في حاجه جامده ابل بتحضر لها. احنا هنشوف بجد ال 17 ايفون 17 هيبقى عامل ايه السنه دي. لا، شايف انت يعني شكل الايقونات والتطبيقات هنا بقت في حتة تانية بجد يعني ودي كانت اكتر واقوى التغييرات المتوقع انها تحصل في سلسلة ال 17. تسريبات قوية وفي كتير منها جدا فعلا هو اللي هيحصل مع سلسلة ال 17. وخلينا ننتظر ونشوف ابل هتعمل ايه. مع السلامة.